الحج اصغر التفاصيل بتفرق فيه. احنا دلوقتي في انتظار حجاجنا، بنستقبلهم في مطار القاهره قبل ما نتحرك، بنستقبلهم بالورد. ان شاء الله هنرسم البهجه على وجه كل حاج، وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وهننقل لكم الحج بتاعنا لحظه بلحظه. إلى برد المتى بضمي إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. النهارده تاني يوم لينا في المدينه المنوره مع حجاجنا، عاملين مفاجاه ليهم. احنا دلوقتي لسه مصلين الفجر، عاملين الفطار بوفيه مفتوح. احنا في فندق رؤى جراند، صف تاني من الحرم، 100 متر بالظبط من الحرم واقل كمان. تعالوا معانا نوريكم المستوى المتقدم في البوفيه، حاجه تليق بحجاجنا. تعالوا معانا. ثاني يوم النهارده في المدينه، وجبه الغداء بوفيه مفتوح، مجموعه رؤى، فندق رؤى الضيافه ورؤى جراند 100 متر من الحرم. تعالوا معانا نوريكم البوفيه المفتوح اللي عاملينه لحجاجنا. الحمد لله حاجه اروع من يكون، شامه وجوده وتست ولا في الوصف. اهم حاجه حجاجنا يكونوا مرضيين. الحمد لله الناس كلها مبسوطه جدا جدا جدا، كل حاجه قلنا عليها بتتنفذ واكتر. الحمد لله وصول حجاج المستوى البري بالاتوبيسات، الحمد لله وصلوا بالسلامه المدينه المنوره. ان شاء الله في استقبالهم فندق جوهره الرشيد، فندق من افضل الفنادق. تعالوا معانا نرحب بحجاجنا ونطمن عليهم ان شاء الله. الحمد لله كلهم سالمين. الدار عند قدومكم تتبسم والأرض تزهو باللقاء. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا. احنا موجودين دلوقتي في فندق جوهرة الرشيد في المدينة المنورة. حجاج المستوى البري الحمد لله وصلوا امبارح، النهارده أول يوم فطار ليهم. تعالوا معانا نوريكم البوفيه. المطعم بسم الله ما شاء الله يستوعب أعداد كبيرة، والبوفيه موجود فيه كل اللي أنت ممكن تحتاجه. الفطار متكامل، بوفيه مفتوح على أعلى ما يكون. تعالوا معانا نصلي. للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى. طريقي جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن. لمكة أخذ فؤادي يبغو حج البيت الأكرم، وصلوا وزاروا. احنا بنستلم مخيمات من حجاجنا. تعالى نوريك مستوى الرفاهية اللي معاه حجاجنا بحيث يقضوا العباية برفاهية مع أفضل إشراف ديني وإداري. تعالوا اتفضلوا معانا. يا راحلين إلى منى بقياد شوقتم وعند الرحيل فؤادي.
موجودين دلوقتي تحت جبل الرحمه. النهارده يوم 9 ذو الحجه، ان شاء الله ربنا يكتب لكم جميعا الحج العام القادم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. فندق سويس ان من إقامة حجاجنا مستوى اقتصادي التحسين. ادي الكعبة معاك في غرفتك، تقعد على الكرسي، تقوم من على سريرك، الكعبة معاك 24 ساعة. والأرض تزهو باللقاء وترسم وحلول يوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجر يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري وقلت مقالة لازم ختامه مسك. الحمد لله الذي أتم علينا الحج ونحن في صحة وعافية. الحمد لله الذي جعلنا نتم الحجة بالمناسك والأركان والواجبات. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله وصل دلوقتي حجاجنا بيركبوا للتحرك في طريقنا لمطار جدة إن شاء الله ثم إلى مصر، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله منتظرينكم تكونوا معانا صحبة في حج العام القادم 1448 هجريا، وبكده نكون نقلنا ليكم الحج لحظة بلحظة. الحمد لله هتشوفوا آراء حجاجنا بتقولي علينا، وعدنا ووفينا وربنا من فضله علينا. الحمد لله خلانا ننفذ الحج بأفضل كمان ما كنا مخططين وبأنجح ما كنا مخططين، وجميع الحجاج مطمئنين وفي راحة ويسر. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. الحمد لله حجاج المستوى البري بالاتوبيسات حاليا بيتجمعوا عشان بيتحركوا ان شاء الله متجهين الى مصر بعد قضاء رحلة الحج. عايز اقول لك ان الحج معانا بنفكر فيه في اداء التفاصيل. مستحيل تلاقي شركة في مصر تكون واقفة في مطار القاهرة بتستقبل حجاجها بشهادات إتمام الحج عشان ترسم البهجة والسرور على وجوههم وتحسسهم من التعب والزحمة والدعاء والخشوع اللي كانوا فيه. هنا يلاقوا الناس في استقبالهم فرحانين بيهم.